انا خير تفضل احكي لنا شنو المشكل بالضبط، المشكل ديالك منين يبدا حتى لدابا؟ المشكل ديالي نعم سيدي الشركة الضوء، المكتب الوطني للكهرباء حرقني، قطع لي يدي. فين كتسكن؟ كنسكن دوار أفرا، جماعة زارورة، إقليم العرائش. نعم. حيد لي يدي في السن د المراهقة. وشنو كنتي فين كنتي باش كنت كنغلي في اللوطة في الخلا. وشنو ضربك؟ ضربني الضو، كننزل في الارض ما معدلش، واول مره يدخل الضو من ديك الارض، اول مره يجي الضو من ديك المنطقه. كانوا باقيين ديك الساعات باقيين ديك السلوكه معدلين ما مصيبين ما والو. انا مجرد صدفه دايز كنعمل الشغل ديالي، شدني ديك الضو، حرقني، رزاني، دقدقني في الصحه ديالي. شنو التبعيات ديالو؟ يعني نشوف اليد واقيلا ياك مشات؟ يدي ما عنديش يا خويا، ها انت. نعم. يدي ما عنديش. يدي محيده. ورزاني هاد الضو في 2003. من تما صابوني غير الناس مسيب تما وهز. كنتي بوحدك ديك الساعات من ضربت الضو؟ كانوا تما الناس وشافوني وجاو وهزوني، وهما اللي تكلفوا عيطوا لوبيلونس وهزتني، ومن تما داويت مورزقو. نعم. داويت مورزقو فين؟ في الدار البيضاء؟ في الدار البيضاء. نعم سيدي، في مورزقو. نعم. داويت تمايا، وقع لي خلل في العقل ديالي وفي الصحة ديالي وفي الجسم ديالي، ويعني انت العقل ديالي ما بقاش مثبت كأنه هو. وبقيت تما انا سيدي وداوني شي ناس معاهم تما، هما اللي خسروا عليا، هما اللي داووني، هما اللي عملوا لي كلشي، وبقيت كنسكن مع ديك الناس. هادو شي محسنين هما اللي تدخلوا؟ نعم محسنين بحال هادشي، لان ما كنعرفهم ما والو، هما اللي جاو عندي. كنتي في السبيطار؟ كنت في السبيطار، كيجيو كيزوروا عائلتهم ولا بحال هكا، اتصلوا بيا ديك الناس داوني معاهم، بقيت معاهم واحد المده وانا معاهم تما، يعني تبريت مزيان داكشي، ولكن العقل ديالي بقيت في الغيبوبه، عقلي غايب. نعم سيدي، مني كبرت وبغيت هادشي وقع لي في سن المراهقه، يعني ما عرف والو. وملي كبرت وبغيت انا خصني مستقبلي، انا خصني نخدم، انا خصني. كانت عندك ديك الساعه تقولوا شي 16 واقيلا اذا 15 بحال ديك الشيء. المهم كنت باقي صغير، ما عرف والو، كنت باقي صغير. المهم دابا يعني وقفت على صحتي وديك الشيء، عاد كنحسب راسي رانا صافي مرزي. نعم. دابا انت كنتي كداوم 2003 ياك؟ 2003 حتى من المده اللي هو بقيت كعندي الرونديفو حتى 2006 2007 وانا كندوز الرونديفو، وحاليا دابا باقي محتاج للعلاج. انا مريض شخصيا، مريض مادي، مريض في الجسد ديالي كيحرقني، يدي مقطعه كذا حراق، يعني عقلي مش مثبت، ما مثبتش مزيان بحال الناس كامله، رانا كنزها كننسى. يعني باقي ديك التأثير يعني ديال باقي داكشي التأثير فيا باقي، ودي مضروبه حتى هذا. انا سيدي حتى هذا راه مضروب، حتى هذا راه ما كنقدر ندير به والو. وانا ملي يعني ملي بغيت نوقف على صحتي ونشوف شي حال وديك الشيء، لقيت راسي يعني هادي، والتجأت للقانون، درت القانون اللي داروا، القانون اللي عندنا في البلاد وهادي. وعملت الدعوة من بعد مؤخرا هادشي. يعني رفعتي دعوة؟ نعم هادشي الناس الله يجازيهم. المحامي هنا من العرايش؟ المحامي شكون المحامي اللي درتي نتايا؟ جلال الحافظي والاستاذ الشتوكي وجلال الحافظي، هما اللي تكلفوا لك الملف ديالي وديك الشيء. والدعوة حكمت لي بالسن تقادم، وانا يعني انا ما عارفش، وانا مريض شخصيا. يعني المحكمه حكمت لك بانك انت تجاوزتي المده؟ نعم، بان تجاوزت المده ديال سن التقادم. انت رفعتي الدعوه فوقاش 2009 كما قلتي لي؟ بحال هكا 2009 الله اعلم. نعم. كانت فاتت 6 سنين على الحادث؟ على 6 سنين، وهي في القانون كيكون 5 سنين. دابا صح سيدي، حكمت لي المحكمه بسن التقادم، وانا قالوا لي التقادم، وانا هاد التقادم كامل دوزتو غيبوبه. انا راه ما بقاليش العقل، هاد التقادم اللي داز كامل غيبوبه عندي. يعني المحكمه، اسمح لي، المحكمه حكمت لك بالتقادم. نعم. وهاد المده هذه اللي فيها انت من 2003 حتى 2009 يعني كانت كامله كنتي فيها انت كامله في كنتيش واعي، كنتي كتعالج. وحاليا باقي دابا مريض، باقي دابا العقل ديالي ما كنعقلش، وما كان
يعني بزاف كنتي قلتي البروده حتى هي كتاثر عليا البروده، ما كناكلش فهمتي، مرزي على المستوى الجسم، مرزي على المستوى الضعف الجنسي، مرزي على جميع يعني داكشي تركب عليا. ودابا حاليا مريض. يعني تا جنسيا تاثر عليك؟ تاثر عليا نعم اسيدي، راه كلشي راه عندي في الوراق ديالي وكلشي راه في الشواهد الطبيه ديالي. ودابا كنطلب من المسؤولين ينتبهوا، يعني يشوفوا من الحاله ديالي. راه الشركه الضوء هي اللي رزقتني وهي اللي فرعتني وضربتني في الخلامه تما، لا مخزن لا حتى شي واحد مره نهائيا. شركه الضوء جات وعملت شغلها وطلقات الخيوط اللي بغات هي وعدلت الشغل هي تما تحرقت انا ترزق. دابا انت كطالب بالانصاف ديالك؟ دابا انا كنطالب لقمه العيش ديالي، كنطالب شي حاجه. رانا الله يكرم ما عندي. واخا اسمح لي تكلم لي على الحاله الاجتماعيه ديالكم، مثلا الدخل ديال الاب شحال بكم كتعيشوا؟ الاب ما عنده ما كيدخل والو. الاب رجل فقير، الام امراه فقيره، اخوان فقيرين. انا خي يونس كملنا، شنو المطالب ديالك اللي كتطلب من السلطات المحليه؟ المطالب ديالي سيدي كنطلب من هاد الناس ينتبهوا ليا ويشوفوني رانا ضايع في حقي، ضايع مشيت يعني ضايع بزاف بلا قياس. راه الله اللي عالم بيا، وبقيت متشرد في الزنقه، مسيب ما خدام، ما عمري استفدت من شي حاجه تاع المخزن، ما عمر شي واحد تعاون معايا في يعني في شي حاجه. دابا كنطلب من المخزن ومن هاد المسؤولين ومن هاد الناس المناضلين ينتبهوا، يعني يشوفوا من الحاله ديالي رانا ضايع بزاف بلا قياس. من الناحيه ديال الملف ديالك اللي هو شاد ولد المحامي قلت جلال الحفيظ والشتوكي، ما طالبتش شي باستئناف؟ كنطالب باستئناف اسيدي وانا ما عندي باش نصرف، ما عنديش المصروف، والمحامي قال لي خصك الصرف وانا ما عنديش باش نصرف. ودابا الملف عندي موقف لاجل الصرف، ما عنديش باش نستأنف. ودابا كنطلب من المسؤولين ينتظروا يشوفوا من الحاله ديالي، وكنطلب من جميع المسؤولين يراعيوا شويه، يشوفوا من الحاله ديالي. رانا فقير ما عنديش، ما عمري خدمت بيدي ولو ساعه المكانه. يدي الله كبرت بقيت كنعرف، وقع لي مشكل دابا رانا ما خدام ما والو، جالس يعني الناس كيديروا فيا بريزر هيدا. دابا كنطلب شي جمعيه ديال حقوق الانسان اللي تلتجه ليا وتعاوني، رانا ما عندي حتى واحد، رانا على الله يكرم. ودابا انا في العمر ديالي تقريبا مثلا واحد 27 سنه، ولا تقريبا ربما 27 ربما 26 ربما 28 كاع اذا كانت بزاف. دابا كنطلب شي، انا خصني نخدم، خصني ندير الدويره ديالي، انا خصني نستقر، ما خصنيش نبقى في الشارع. دابا انا مسيب مره، مسيب في الشارع، ما عندي حتى واحد الله يكرم. الوالدين ديالي فقراء ما عندهمش شي. كنطلب من المسؤولين الله يجازيهم يشوفوا من الحاله ديالي، وكنطلب من السيد العامل حتى هو يشوف من الحاله ديالي. رانا ما عندي شي، رانا الله يكرم، رانا متشرد في الزنقه. الله يجازيكم بخير، انتبهوا ليا وراعيوا شويه، رانا الله يكرم.